أهلا بكم من جديد مع فيلم جديد. جايب لكم النهاردة فيلم عربي اللي مكسر الدنيا وهو الدشاش. بيبدأ فيلمنا مع الدشاش وهو نايم في المسجد، ومرة واحدة بيصحى من النوم مفزوع، فبيستعيذ بالله من الشيطان وبيقوم ينظف المسجد، وبعدها بيروح يدي الأكل لعم فاروق، وبيخرج يقف بره شوية يشم هوا، وبيرجع في الأشباك بالزمن لورا. وقتها كان عنده كباري كبير، وشكله بيقول إنه كان واحد شرير ومفتري وكل همه بس الفلوس. وبتيجي مديرة أعماله اللي اسمها قوت وبتقول له إنها خلصت له أوراق حتة الأرض اللي ورا الكازينو وبقت بتاعته خلاص، فطلع لها باكو ب$5000 وقال لها دول حساب العمليتين اللي فاتوا. وبعد كده اتعصب عليها جدا علشان كانت هتمشي بدون ما يسمح لها، وقال لها انت نسيتي نفسك ولا ايه؟ ازاي تمشي بدون ما نسمح لك؟ فاعتذرت منه واخدت الفلوس ومشيت. وبعدها كان بيراقب المكان من كاميرات المراقبه، وشاف الرقاصه بتضرب زبون بالقلم على وشه علشان بس حاول يرقص معاها، فراح لها الاوضه وقال لها عقابا لها على اللي عملته هتحاسب هي على ترابيزه الزبون ده. فوافقت الرقاصه ولعه، وبعد ما غيرت هدومها راحت له المكتب وفكرته انها وقفت جنبه زمان لحد ما كبر وبقى عنده املاك، وكمان ساعدته يمثل الحب على لبنى هانم بنت الحسب والنسب، وخلته يتجوزها رغم انها ما كانتش بتحبه. وفي النهايه هددته لو ما اتجوزهاش زي ما وعدها هتقول على كل حاجه. فراح ضربها بالقلم وقال لها ما حدش يقدر يهدده، وهو مش اهبل علشان يتجوز واحده رقاصه بترقص لكل راجل شويه. وتاني يوم الصبح لما رجع البيت لقى بنت اسمها صفاء قاعده مع البواب وبتتكلم عليه وحش، وبتقول انه كان اهبل ولبسه مقطع، فمسكها من شعرها وكان هيموتها من الضرب. والغريب بقى ان صفاء اعجبت بيه جدا وبرجولته. واول ما دخل الفيلا لقى منى اخته بتقول له ان موعدها في الجامعه عايز يقابله، ففهم غلط وخاف احسن تكون عملت مشكله في الجامعه ولا حاجه. فشرحت له الوضع وقالت له ان المعيد عايز يخطبها منه، فارتاح شويه. ولما طلع اوضته لقى لبنى مراته متعصبه وعلى اخرها، وقالت له انها عايزه تتطلق منه، فهو قال لها انه مش هيطلقها علشان يحافظ على بيتهم، وفكرها انه الدشاش اللي كانت بتحبه وبتموت في زمان، وكمان بيذلها انه انقذ ابوها من السجن ودفع له كل الديون اللي عليه. وقالت له انت حارمني من اني اكون ام زي اي بنت في الدنيا. فقال لها مش عايزه اخلف منك لان عايز وريث يشيل اسمي، والوريث ده ما ينفعش يكون من واحده زيها. ولما سابها وخرج لقى صفاء بتعيط، ولما قرب منها لقاها بتزغرط. ومره واحده صحيت من النوم وقالت له كده تقتلني وانت بتتجوزني؟ فرد عليها وقال لها انت شكلك كده مجنونه وانا مش هرد عليكي، وسابها ومشي. وراح بسرعه للكباريه لما عرف ان فهد عدو اللدود موجود فيه. واول ما دخل عليه قال له ها انا بسمعك، عايز ايه؟ فرد فهد وقال له عايز الرضا، انا مش عارف اشتغل وفي الاول وفي الاخر احنا كلنا اخوات. قال له مفيش الكلام ده، انا اخدت البضاعه ولسه باقي الفلوس. ففهم فهد ان الدشاش مش عايز يلاقي حل معاه، وعشان كده وقف تعامل معاه وقال له فلوسك معاك وانا بضاعتي عندي وبكده تبقى خلصت. فهدده الدشاش وقال له لو جه الكازينو تاني مش هيخرج منه على رجليه. وتاني يوم الصبح راحت له صفاء وهي عامله له فطير مشلتت بنفسها، وقالت له مالك قاعد عامل زي البومه كده ليه؟ واكلته الفطير بالعافيه. وكل شويه كانت رايحه جايه قدامه، وهو شكله بدا يعجب بيها لانها بنت بلد ودمها خفيف والنوع ده مختلف بالنسبه له. وبعدها جه عريس منى اللي بيكون اسمه معتز، ونظره كان ضعيف جدا لدرجه انه كان مفكر لبنى هي منى ومسك ايديها، ويا ريته ما مسكها لان الدشاش اتعصب جدا وقال له اهدى شويه في ايه يا منى. وفضل والده يتكلم عنه وقال له ان ابنه دكتور من اهم العباقره والباحثين في الكليه. فرد عليهم الدشاش رد صادم وقال لهم ان ابنكم نصاب لانه سرق رساله الماجستير بتاعت صاحبه وصديق عمره، وسرب امتحانات الدكتور اللي كان بيعتبره زي ابنه، وكمان اتجوز واحده اكبر منه ب30 سنه وهي اللي جابت له شقه باسمه والبدله اللي عليه والكلسون كمان. وفي النهايه طردهم من البيت، ومره واحده وقع على الارض وفقد الوعي، فاخدوه على المستشفى. وهناك الدكتور قال له انه عنده ورم خبيث على المخ وفاضل له 3 شهور. فاتصدم الدشاش ومن شده الصدمه خرج وهو فاقد الادراك، وراح قعد في المسجد وفضل يعيط ويدعي ربنا يغفر له. وفي المشهد اللي بعده بنشوف الدشاش وهو قاعد في المسجد بعد ما تاب وبقى بيصلي وبيصوم وبعد عن اهله وعن شغله اللي فلوسه كلها حرام في حرام. وبعد مرور كم شهر بتروح له قوت مديرة اعماله وبتقول له ان اهله قلقانين عليه وعايزين يطمنوا عليه، فقال لها تروح وهو هيتصرف. وبعدها راح سأل الشيخ فاروق وقال له يعمل ايه، يروح يزورهم ولا لا؟ فقال له الشيخ المفروض يروح يطمن عليهم ويدي لكل واحد فيهم حقه علشان يبقى عمل اللي عليه قدام ربنا. فالدشاش سمع فعلا الكلام وراح البيت يطمن على منى ولبنى. وفضلت منى تعيط وقالت له انها مش عايزه اي فلوس، المهم بس يكون جنبها حتى لو هيرجع يتعصب عليها زي زمان. ورد عليها وطلب منها تسامحه لانه كان بيعمل كل ده علشان مصلحتها حتى لو كان ده بيزعلها كتير. وقعد بعدها مع لبنى وطلب منها تسامحه هي كمان، وقال لها انه كتب لها الفيلا باسمها وحط لها رصيد في البنك يكفيها طول عمرها. فعيطت لبنى وقالت له انها مسامحاه رغم انه كان قاسي عليها الفتره الاخيره، بس هي مش عايزه حاجه من الدنيا غير انها تفضل جنبه لحد ما يخف ويبقى كويس. فقال لها لا انا هموت ومش هعيش. وقبل ما يمشي بيطلقها وبيرمي عليها اليمين.
وبعد مرور كم يوم كان الدشاش عامل أكل لله وبيأكل القطط في الشارع، وجاله الشيخ فاروق وقال له إن ربنا يجعله في ميزان حسناتك. فسأله وقال له تفتكر ربنا هيسامحني؟ فقال له ربنا رحيم ورحمته وسعت كل شيء. ومرة واحدة تعب وأغمى عليه، ولما راح المستشفى قال له الدكتور إنه كويس وما عندوش ورم ولا أي حاجة. ففرح الدشاش جدا ورجع للدكتور محسن واللي كشف عليه أول مرة ووراله الإشعة بتاعته. فاستغرب محسن وقال له ممكن يكون حصلت له معجزة وخف، أو إنه شخص حالته غلط. فتعصب الدشاش لأنه اتبرع بكل فلوسه لأهله، ولما راح لهم علشان يرجع أملاكه لقى صدمة كبيرة مستنياه. في الأول لقى لبنى اتجوزت فهد صاحبه وطرده من البيت، ولما راح لمنى لقاها اتجوزت معتز وعينته مدير الشركة بتاعتها، وفكرته إن كان بيذلها وما كانش عايز يديلها ورثها من أمها لأن أبوه اتجوزها زمان على أمه. ولما راح الكازينو عملته الرقاصة ولعة أزبل معاملة وقالت له يمشي من هنا، وراح لصفاء وقعد معاها وهي الوحيدة اللي كانت كويسة معاه، وواضح كده إنها بتحبه فعلا. وهناك أقسم لها إنه هينتقم منهم كلهم، وراح لمساعد فهد اللي اسمه شادي وطلب منه شادي يوزع لهم البضاعة مقابل 10%، وده لأنهم عايزين يحنوا عليه، يعني يديله أي فلوس يساعد نفسه بيها. فراح الدشاش لأشرف اللي بيكون منافس فهد في السوق وقال له إن فهد هو اللي سرق البضاعة بتاعته ووقعهم في بعض. ولما خطف شادي والراجل بتاعه علشان ينتقم منهم، ساعتها اعترف شادي وقال له انا هقول لك على كل حاجه، واعترف له ان كلهم اتفقوا عليه وكانوا بيحطوا له تركيبه علشان يوهموه انه مريض وياخدوا منه كل فلوسه. واول حاجه عملها هي انه راح للكازينو وضرب كل الرجاله واقتحم المكان على الرقاصه ولعه واجبرها تمضي له على عقد تنازل عن الكازينو، وسالها فين التركيبه واجبرها تعترف وتقول له على كل حاجه. فرجعت ولعه فلاش باك وقالت له ان كلهم اتفقوا مع الدكتور محسن انه يخلصهم منه ويساعدهم ياخدوا كل فلوسه مقابل انهم يسددوا له كل ديونه. وقال لهم كمان انهم المفروض يحطوا له التركيبه على فترات متباعده علشان يبان ان الموضوع طبيعي. وقالت له كمان ان قوت هي السكرتيره اللي لعبت في دماغه علشان يوزع عليهم الفلوس. وفهد جاب جثه مشوهه وقال لهم انه مات وبقى في نظر الحكومه ميت. ففرح جدا الدشاش انه في نظر الحكومه ميت. وبنروح بقى لباقي الفريق وهم متجمعين مع بعض بعد ما عرفوا ان الدشاش كشفهم، وبداوا يخططوا ازاي يخلصوا منه لحد ما قرروا في الاخر انهم يقتلوه ويخلصوا عليه. وفي المشهد اللي بعده راح الدشاش للدكتور محسن العياده واجبره انه يشرب ازازه كامله من التركيبه وقال له ما تخافش انا هفضل جنبك لحد ما تموت. وسجل له وهو بيعترف على نفسه وخلاه يمضي على تنازل عن كل املاكه. وقبل ما يمشي طمنه وقال له ان التركيبه دي تركيبه عاديه بتعمل اسهال بس مش اكتر. وبعدها خطف قوت واخدها للصحراء ودفنها وسط الرمل حيه واجبرها انها تعترف. فاعترفت له وقالت له ان معتز ناوي يطلق منى ويهرب بره البلد، وكمان فهد هيدخل عمليه خطيره. فقال لها انها تنفذ اللي هيطلبه منها. وراحت هي وبنت تانية تابعه ومثلت على معتز انها هانم غنيه جدا وعايزه تدخل معاه صفقه شغل كبيره، وخلوه مضى العقد وهو ما يعرفش ان العقد ده هو عقد تنازل عن المصنع بتاعه. وبعد ما مضى العقد دخل عليهم الدشاش وقال له كده رجع له مصنعه. وبعدها بعت الفيديو لمنى وراح ادالها عقد المصنع وقال لها ان المصنع ده بقى من دلوقتي بتاعك انتي. فعيطت وطلبت منه انه يسامحها، فاخدها في حضنه وقال لها ما حدش يزعل من اخته. وفي النهايه راح لفهد ولبنى وفكرهم انهم مضوا على عقد تنازل عن الفيلا وهم بيمضوا صفقه اللبن، وقال لهم كمان انهم شبه بعض ويستاهلوا بعض بجد. وقال لهم كمان ان مستندات عمليه التهريب اللي عملوها اخر مره وصلت الحكومه والشرطه اكيد في الطريق وهتقبض عليهم بعد ثواني. وفي مشهد النهايه راح للبنك هو وصفاء على انه اخو الدشاش اللي مات ومعاه ورقه تحويل بالرصيد، فحول له الرصيد اللي بيكون 250 مليون دولار. وخلص الفيلم على كده، واستنونا في افلام تانية جديده، والسلام.